اكتر من 100,000 مشترك خسرهم نجيب ساويرس بسبب المقاطعة اللي احنا عملناها. بيتهيألي كده المقاطعة ماشية في طريقها الصح وناجحة جدا. بعد اعتذاره، الاعتذار المتعجرف، الاعتذار الذي لا يمثل لكلمة اعتذار اي شيء من قريب او من بعيد، احنا بنقول ان احنا مستمرين تاني في المقاطعة، ومش ممكن هنسيب شخص يهين ديننا ويهين نبينا. نسمعوه وهو بيعتذر، اعتذاره شكله ايه ده؟ بس قبل ما اعتذر عايز اقول حاجه. انا مش بعتذر النهارده علشان اي مقاطعه او اضرار او المنشورات اللي بتتوزع او خوفا من اي حد. انا ما بخافش غير من ربنا. لا يعلمني الا الله. بس عشان ابقى واضح، لا يعلمني الا الله. لكن انما انا بقولها فالاول التوضيح ده، لان انا لا يهمني واحد بيرجع البتاع ولا الفلوس ولا الشغل ولا اي حاجه. ده انا راجل حاسس فيه ان انا اكون زعلت اي واحد مسلم كان بيحب المهندس نجيب او ما بيحبوش حتى، وحاسس ان هذا التداول، هذا الرسم من قبل المهندس نجيب في مساس بعقيدته ودينه، لا يمكن لا اقبل كذا كذا، واموت الاول قبل ما اعملها. مش مقصوده على الاطلاق، وبعتذر لكل واحد اساسا كده. انا بحب الناس دي، مش معقول اروح ازعل الناس اللي بتحبني، مش مقصوده على الاطلاق. مش همه مقاطعة ومش همه صاحب خطوط والكلام ده، حريتك، شيء ما يخصناش. بس هو همه ان هو المسلمين يسامحوه. المسلمين يسامحوه بناء على ايه؟ بناء على اعتذار كاذب، بناء على اعتذار متغطرس متعالي. تعتذر لمين؟ لتاني مرة ساويرس بيطلع غبي. كان غبي بنشر الصورة دي على موقع تويتر، وتاني مرة يطلع غبي لما اتصل في نفس الحلقة اللي بيعتذر فيها بالشيخ عبد المنعم الشحات المسؤول عن التيار السلفي في اسكندرية، وطلب منه قبول اعتذاره، ونسى ساويرس ان اللي بيقاطعوا مش سلفيين، اللي بيقاطعوا مسلمين، سواء سلفيين او اخوان او صوفيين او انصار وسنة او ايا كانت من الجماعات وغير المنتمين للجماعات. انا عن نفسي غير منتمي لاي جماعة. انا عن نفسي مقاطعك عشان انا بحب نبيي، بحب ديني. وعلى فكرة انا بحب كل الانبياء والرسل، موسى، عيسى، يحيى، زكريا، شعيب، كل الانبياء. كل الانبياء ليهم نفس القدر والمكانة عندي. وعلى فكرة لو كانت الاهانة دي لموسى او عيسى او اي من الانبياء او الرسل كنت برضه هقطعك. ما بالك بنبي حبيبي رسول الله عليه الصلاة والسلام. انا بشكر الشيخ عبد المنعم الشحات لانه رد عليك الرد دوت وقال لك انا مش مفوض من المسلمين بقبول اعتذارك، اعتذر للمسلمين كلهم. انا بشكره جدا لانه هو حدد ليك انت ممكن تعتذر لمين بالظبط. لكن انت اخترت الجماعة السلفية عشان كنت فاكر ان الموضوع سياسي بحت وان هم بيضربوا فيك عشان الحزب. احنا ما بنضربش فيك الحزب، احنا بنضرب فيك الاهانة ان انت اهنتها للاسلام. وعلى فكرة احنا دلوقتي هنسمع مع بعض بعد الشيخ عبد المنعم ما رد عليه الرد ده، القناع اللي كان حاطه على وشه سقط ازاي، قناع السماحة سقط ازاي وتحول لايه. نسمعه مع بعض ونرجع تاني. يعني انا يمكن يعني ما بقول الخطأ فين؟ الخطأ ان انا ما شفتش المدلول الديني للصورة دي. احلف له على المصحف والانجيل لو عايز يعني. مفيش. اولا هو لو ساب الامر لربنا، انا علاقتي بربنا الحمد لله كويسه. والشعب المصري انا بعتذر له وقلت له والشعب المصري هيقبل اعتذاري، وهو يقبله ما يقبلوش ده شيء يخصه هو.
بالنسبه لي الموضوع ده يوسف انتهى وبنتكلم فيه تاني ومش هعيد لان انا مش هقعد اوكي تعليق اخير من استاذ منتصر. مثلا الراجل اللي قطع ودن الراجل ده لا انا لا مش ولا ده اللي اللي حرق اقصده. الكنيسه الكنايس مثلا لا، نقول لا، له اعتذر يعني الجرم بتاعي ده انا زي الجرم ده لا الجرم بتاعنا زي الجرم ده حرق 3 كنايس وقطع ودن واحد. لا 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 انا مش هتكلم تاني يا يوسف وقف الموضوع دوت وانا مش هتكلم تاني. في ايه؟ شفت القناع وقع من عليه ازاي؟ لا وايه؟ والموضوع دخل في مساومات بقى، الراجل اللي اتقطعت ودنه والثلاث كنائس اللي اتفجرهم والكلام الفارغ اللي هو عمال يقوله وعمال يدوشنا بيه. المواضيع دي انتهت من زمان، انتهت من ايام مبارك المخلوع، لاننا كلنا عارفين مسلمين ومسيحيين ان كان النظام الفاسد هو اللي بيفجر الكنائس والكل عارف، خلاص ما بقتش حاجه مستخبيه. انت دلوقتي بتساوم على ايه؟ انت اخطأت، لازم تعتذر اعتذار مقبول. على فكرة اللي ممكن تكون الصورة بالنسبة لهم مش واضحة في اعتذاره وممكن يكونوا شايفين فيه ان الراجل ما اخطأش ولا حاجة، هعرفكم دلوقتي ان ساويرس طول عمره كذاب، وان هو طول عمره بيسب في الاسلام. هنشوف مع بعض هو قال ايه، ان هو ما سبش الدين. اقول لكم اسمعوه وبعدين نرجع تاني مع بعض. النهارده احنا لما حصلت الثوره كان قرار مجلس الاعلى ان مش هيبقى فيه احزاب دينيه، ولا انا غلطان؟ ومره وفوجئنا ان اتسمح باحزاب على خلفيه دينيه، ومش هتكلم على الحريه والعداله لان ممكن نقول لا ده حزب ومش مرجعيته مش دينيه وهنخش في لكن حزب النور مرجعيته دينيه. اذا هم النهارده اللي انا السؤال اللي عايز اطرحه، انا النهارده لو جيت النهارده وانا داخل بحزب ليبرالي، يعني افترضنا ان انا داخل النهارده ضد حزب النور، هيتقال ان انا بهين في الاسلام؟ انا لازم نحط الحدود يعني في حدودها، يعني برضو نمره واحد. نمره الاثنين، لما اتكلمنا على الحجاب انا قلت بالفعل ان المظهر في مصر اتغير. يعني ما كانش كده المظهر من 30 سنه، ده مش عيب، ده انا برصد ظاهره، لكن ما قلتش ان انا ضد الحجاب ابدا، ما طلعتش مني لو حد عنده تسجيل يجيبه، ما قلتش كده ابدا، قلت المظهر في مصر اتغير في 30 سنه اللي فاتوا دول. انما انا ولما اتسالت على الحجاب قلت انا مش ضد الحجاب، ده مصر راجل ليبرالي، ازاي اقول للناس تلبس ايه وما تلبسش ايه؟ ما ينفعش، وقلت الكلام ده اكتر من مره. انما هو هنا يراد حق به، يراد لما سالته هو اللي بيقول على ان انا قلت ان سبت دي، ما حصلش، انا قلت ان واحد نجيب معانا على الهواء، عايزين نقول لك ان المهرجان رائع. لو سمحت اسالي المهندس نجيب سؤال، هل هو بعد وهو عامل المهرجان دلوقتي وحواليه كل الفنانات لابسين الهدوم الحلوه ديت وكل الحاجات الجميله، لسه رايه ان هو شايف ان مصر شبه ايران؟ لما كان بيمشي في الشارع كان قال تصريح ان هو حاسس انها شبه ايران، حاسس ان هو الاجواء دي بتحسسه ان برضه مصر شبه ايران؟ بيقول لك بعد ما في المهرجان النهارده وحواليك كل الناس الحلوه والفساتين الحلوه والناس فعلا جميله، هل لسه بتحسسك ان انت في ايران؟ لا بس بكره الصبح لما انزل الشارع اسمع. اشكرك يا فندم، شكرا. شارس؟ لا انا شارس اساسا، بيجي حد يطاردني بطلع ليه اللي اكلفه، بيجي حد يطاردني بطلع ليه اللي اكلفه. اظن كلنا سمعناه وهو بيقول انا ما ثبتش الدين وما اتكلمتش على الحجاب، انا بقول مصر اختلفت. طيب وفي نفس الوقت احنا حطينا بعد كلامه اللي يثبت ان هو سب الدين واللي يثبت ان هو ما كانش عاجبه الحجاب. صدقت انه كذاب. طب اقول لكم على مصيبة اكبر، اسمعوا دي وارجع اكلمكم تاني. شوف الغلط ابتدى من عندي انا، ان طبعا في الجو المشحون ده ما كانش صح خالص، والله العظيم لو جت في دماغي ما كنتش انا اساسا مستغرب من الغباء اللي نزل عليا ساعتها. خلاص كان يوم اسود يعني، ما كانتش قصه بقى. غلطه الشاطر بألف يعني. لا في واحد عزيز عليا قال لي لكل فارس كبوات، بس كبوه كبيره يعني. خطأ سياسي يعني انت لو تعرف الواحد انا بحب الناس ازاي، انا مش ممكن انا احب واحد على اساس دينه وبتاع وكده، ما كنتش عملت كده. انا لما طلعت الحزب بتاعي كان ممكن الف على كنائس مصر كلها واقلبها حزب، ما رضيتش.
يعني يبقى غلط، يبقى انا ابتديت غلط. لا، انت لو عملت المؤسسه بتاعتي مؤسسه 96% من العاملين فيها احنا كلهم عارفين هو مسلمين. حزب رأسمالي بس 96% مش حزب ديني ده، هو حزب رأسمالي بس. لا يا عم يوسف عشان نروح. طيب لا احنا لسه، لا احنا هنرجع تاني ونشوف ايه اللي بيحصل في البلد، لكن انا يهمني قبل ما نروح على فاصل وهنرجع بعدين نكمل نشوف ايه اللي بيحصل في البلد هو ناوي يمد الفقره لحد ما نخليك تصلي معانا الفجر. مستعد اجي والشيخ لحد يرضى عليا واجي معاك. كانوا بيقفوا حوالينا. ده الحل يعني. ايه ده؟ سمعتم؟ الراجل عايز ينزل يصلي معاهم الفجر لو ده يرضي الشيخ عبد المنعم الشحات. ازاي؟ هو مش حضرتك برضو مسيحي يا باشمهندس؟ شفتوا بقى، شفتوا النفاق والخداع، شفتوا القناع سقط من عليه ازاي. الراجل عايز يروح يعمل حاجة هو اساسا مش مقتنع بيها وضد عقيدته عشان بيزنس، عشان سياسة، عشان يقدر يكسب، عشان فلوس، وعشان المنصب. طبعا ما هو راجل بقى رئيس حزب. ايه رأيكم في نفاقه؟ ايه رأيكم في خداعه؟ مصدقينه؟ انا عن نفسي مش مصدقه، وبقول له المقاطعة مستمرة يا سوير، والمقاطعة ناجحة، واحنا عارفين انها وجعتك، وزي ما انت قلت كان يوم اسود. الحلقة الجاية مع سويرة في مصيبة تانية. سلام يا سويرة.